مريم لقت نفسها مش بس قدام مشكلة جوازة أخوها، لأ، دي قدام أزمة ممكن تدمر عيلة بحالها. وقعدت تفكر، طب أعمل إيه؟ أقول لسارة إيه؟ أقول لها انكري يا سارة، قولي إنه بيكذب، قولي إنه بيتبلى عليكي. مفيش حل تاني قدامها غير إنها تطلب منها تتعامل مع الموقف ده عشان تحافظ على بيت وأسرة. بس الفكرة اللي كانت زي السهم اللي نزل في قلب مريم كانت سؤال أهم وأخطر. معقول كل اللي بيحصل لي في حياتي ده، كل الصعوبات اللي بقابلها، كل مرة اتخطب فيها ويطلع حد وحش وكنت هقع في اللي وقعت فيه مرات أخويا وربنا بينجيني في آخر اللحظة، ممكن ده كله يبقى ذنب بنات الناس اللي أخويا عمل معاهم كده؟ لأن عرفت إن مرات أخويا مش أول واحدة يغلط معاها، بس دي الوحيدة اللي اتجوزها. كل ده يكون سبب حكايات أخويا؟ هل ده قدر حياتي بسبب حاجات أنا ماليش ذنب فيها؟ هل ده تمن حكايات أحمد؟ شاركونا تجاربكم وتعليقاتكم تحت الفيديو، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك عشان توصلكم كل القصص اللي بتهمكم.